السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. نتمنى من الله تعالى يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحة والعافية ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الوصفة ديال تحضير جوج انواع ديال الكاشير او المرتديلا اللي غادي نحتاجوهم ضروري في رمضان. غادي نحضروا واحد بالدجاج وواحد بلا دان. اذا فغادي نصايبوهم بواحد الخطوات اللي بسيطة ومقادير اللي متوفرة ان شاء الله في كل بيت. نشوفوا المقادير. نبداو بهذا الاول ديال الدجاج. فعندي هنايا 500 غرام ديال الصدر ديال الدجاج قطعتها طريفات. عندي كاس ديال الماء تقريبا الا عبرتوه غتلقاوه واحد 150 مليلتر، 4 المعالق كبار ديال مايزينا او نشا الذره، 45 غرام تقريبا اللي عبرتوها، 4 الحبات ديال البيض. بالنسبه باش غنكهوهم فعندي هنا نص معلقه صغيره ديال الثوم بودره، معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه، راس معلقه ديال الخرقوم هذا عرق هي على ود اللون، معلقه كبيره مع مرش ديال صلصه الموطر، وعندي معلقه صغيره مع مرش ديال القزبر حبوب، وعندي التوابل ديال الدجاج. فهاد التوابل ديال الدجاج هذه راه دابا ولات متوفره، الا ما لقيتوهاش ديروا واحد شويه ديال الكيو. بالنسبه للنوع الثاني فغنستعملوا فيه لا داند او بيبي. عندي نفس الكميه 500 غرام، 4 الحبات ديال الفرماج، نفس الكميه ديال المايزينا 45 غرام يعني 4 المعالق، كاس ديال الماء 150 مليلتر. بالنسبه للون فانا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الباربه اللي سلقتها وحاولت انني نفتتها مزيان. بالنسبه للتوابل فهنا عندي معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، عندي القزبر حبوب مطحون، راس معلقه صغيره ديال الزعتر، عندي راس معلقه صغيره ديال الهريسه هذه بطبيعه الحال اختياريه، عندي نص معلقه صغيره ديال التوابل ديال الدجاج، وعندي هنايا نص معلقه ديال البابريكا او التحميره اللي كنقولوا حنا في المغرب. دونك هادو هما المقادير. غادي ندوزو نشوفوا الطريقه. فغادي نحتاجوا الروبو. غادي نديروا المقادير كامله. غادي نديروا هاد الكميه اللي عندنا ديال الدجاج، غادي نديروا هذوك 4 الحبات ديال الفرماج، غادي نديروا هذاك الكاس ديال الماء، الكميه ديال المايزينا، نزيدوا التوابل صافي. وغادي غادي نطحنوه واحد المده غنطحنوه واحد 5 دقائق مزيان حتى يتنيل وتنسجم هذيك العناصر كامله مع بعضياتها. اذا صافي غير يبان ليا كما كتشوفوا دابا الخليط راه تطحن مزيان كله العناصر كلها انسجمت. صافي غادي نحيدها. غادي نطحن واحد الطحنه اخيره. صافي. وفي هنا غادي نوجدوا هذاك السلوفان باش غادي نديرو فيه هذاك الخليط اللي عندنا. بطبيعه الحال انا غنخلي لكم الروابط ديال كاع انواع الكاشير اللي صايبت انا. راني مصايبه تقريبا واحد 4 الانواع عندي في القناه. هذا الخليط كله نحاول انني نديرو هكا الوسط. فكما كتشوفوا راه هو دابا صافي هذا تخلط مزيان. صافي انا نزلت الكميه كامله درتها على السلوفان. ففي هذه المرحله هذه بغيتو تحتفظوا به كما غنديروا انا كان بها، بغيتو تزيدوا مثلا اضافات اخرى ممكن انكم تزيدوا الزيتون مثلا داك الخضر اللي بلا عظام، ممكن انكم تزيدوا طريفات ديال الفرماج موتزاريلا، ممكن تزيدوا حبيبات ديال البيستاش، ممكن تزيدوا اي اضافه بغيتوها، او الفلفله مثلا بالالوان تكون هكا مشويه ومنشفه. فانا غنخلي لكم الروابط ديال الفيديوهات اللي درت ديال انواع اخرى من المرتديلا والكاشير. ونحاول انني نهز هذه الفوق باش ما تلصقش ليا على الخليط، ونحاول نثبتها على الطرف الاخر بهذه الطريقه. دونك انا غادي ندير هكا لاكوبات باش تعاونني. صافي. ونزوي نحاول انني نلف وانا كنزير بهذا الشكل. دونك غادي نجيبو عندي وانا كنمشي معاه كنزير وغنجي لهاد الجناب هادو ونحاول انني هكا نلويها وانا كندفع بحال هكا. انا كنلويها وانا كندفع. دونك ندوز ايدي بحال هكا باش نحاولوا ما امكن هذاك الهواء اللي كيكون ما نخليوش.
دونك اللي بحال هكا وانا كندفع بهذا الشكل. دونك غادي ديروا هاد الطريقه اللي كندير انا باش كنقادوا لي الشكل وكيحيدوا هادوك الفراغات هادو اللي كيبانوا لكم ديال الهواء، حيتاش الا بقاو فيه غيجي المنظر ديالو ما زوينش. غادي نلويه عليه بنفس الطريقه. نجيب واحد الطريف اخر ديال لادين بنفس الطريقه. فبنفس الطريقه فكما لاحظتوا انا راه ما غسلتش الروبو، غادي ندير هذيك الكميه اللي عندي ديال لادين فرماج، كميه ديال مايزينا، كاس ديال الماء، وغادي نزيد هنا هذه نسيت ما ذكرتهاش لكم في المقادير، غنزيد واحد المعلقه ديال زيت الزيتون. فكتفتيه وكتعطي واحد المذاق زوين. غنديرو الباربه وغادي ندير هذيك التوابل اللي عندي كامله صافي، وغادي نطحن بنفس الطريقه. فكما كتلاحظوا كنشوفوا هذاك اللون، شتو اللون ديالو كيفاش جا واحد اللون بحال السمون، جا غزال بهذيك الباربه اللي درنا والهريسه. فغادي نعاود نطحن واحد شويه. دونك حنا غنبدا نطحنوا تقريبا واحد 5 دقائق صافي ونعاودوا نتلاقاو. صافي بهذا الشكل انا بالنسبه ليا الخليط صافي ها هو انسجم. فغادي ندير نفس الطريقه، وجدت هذاك البلاستيك الغذائي وغادي ناخذ هذيك الكميه اللي عندي ديال خليط لادين وصافي. غادي نمشي بنفس الطريقه. بطبيعه الحال راه كما قلت لكم ممكن انكم تزيدوا الزيتون او تزيدوا مثلا طريفات ديال الموتزاريلا حتى هو كيجي زوين مع الكاشير. فانا غادي نبقى بحال هكا نمشي بشويه بشويه هكا. غادي نستعمل عاوتاني هذيك لاكوباط باش تعاونني، وغادي نجي هنا وغادي نحط هذاك البلاستيك الغذائي ونحاول انني نزير صافي. وغادي نبدا نلوي وانا كنحاول نزير صافي ونلوي صافي. غنعاود ليه طريف اخر وصافي. ها هما دابا بجوج واجدين. غادي نوجد البرمه ونعاودو نتلاقاو. وجدت البرمه، درت الماء يسخن. غادي نحط دابا هذوك البوده اللي عندي نحاولوا معاهم بحال هكا صافي. غادي نغطيهم وغادي نحسب ليهم تقريبا 45 دقيقه. نخليهم 45 دقيقه يطيبوا ونخليهم تيبردوا تماما. نعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هنا من بعد انا ما حيت هذوك الكاشيرات او المرتدلات فحيدتهم خليتهم تبردوا. حيد لهم السلوفان والالومنيوم ودرتهم في الثلاجه دابا تقريبا واحد الساعتين فهما باردين باش يسهل عليا الطريقه كيفاش نقطعهم. فغادي نجيبوا القراده ونجيبوا هكا شي موس اللي تكون ماضيه مزيان. فغادي ناخذ هذا الاول هذا اللي صايبت بالدجاج. فانا حيدت ليه غير داك الطرف اللي كانوا فيهم داك الشكل ديال الالومنيوم اثنين صافي. وغادي نحاولوا هكا بسم الله نقطعوهم. فهما كيتقطعوا بسهوله بهذا الشكل. فهو كيجي واحد الكاشير اللي رائع. اكيد غتحتاجوه هكا في رمضان. انا ما غنقطعش كلشي، غنقطع غير الكميه اللي غنستعمل هاد اليومين الاولى. ونفس الطريقه غادي نديروها لهداك سميتو الاخر ديال لادين. فغادي نقطع بحال هكا. دونك غادي نحاولوا معاها نقطعوه هكا بواحد الشكل باش ما يتقطعش لينا.
فكما كتشوفوا هذا الشكل الثاني ديال لادنت فهو كيجي اللون ديالو مختلف. كما كتشوفوا هو الشكل النهائي ديال الكاشير او المرتديله اللي صايبنا اليوم. اذا هذا اللي باللون كيبان بحال السمو ديال لادنت او الاخر ديال الدجاج فهما كيجيو ناجحين وزوينين. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها تنفعكم هكا في الايام ديال رمضان، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.